كنا طالعين رحلة أنا وأربعة صحابي. هي مش رحلة قوي، هو عم واحد زميلنا دعانا كلنا في المزرعة عنده عشان نحتفل بعيد ميلاد مي صاحبتنا. وفعلا رحنا وكنا خارجين نتمشى كلنا، بس ريهام فجأة قالت: مش عارفة ليه حاسة اني دايخة، روحوا انتوا، انا هستنى هنا، ولما ترجعوا ابقوا عدوا عليا. وفعلا طلعت اوضتها. رحنا سهرنا بس ما تأخرناش، كنا عايزين نطمن عليها، وطلعنا لقيناها غرقانة في دمها، وعم زميلنا قاعد جنبها مش عارف يعمل ايه. ماتت ريهام، ماتت ريهام وسابتنا. طب هنقول لمامتها ايه؟ واخوها ده كان روحه فيها، هنعمل ايه؟ عم زميلنا هو اللي قتلها، كان بيحاول يعتدي عليها بس هي قاومته، بس انا مسكتش، مسكت السكينة وكنت عايزة اموته، وفعلا موتته. بقينا قاعدين مش عارفين نعمل ايه، بس قررنا اننا ندفنه ونتخلص من اي حاجة ممكن يتعرف بيها اننا اللي موتناه. اما ريهام صاحبتنا خدناها ورميناها في الطريق، ولما رجعنا مثلنا انها ما جاتش معانا اصلا ولا قابلناها. مامتها كانت هتتجنن وقالت: ازاي؟ دي قالت انكم مسافرين يومين مع بعض كلكم عشان عيد ميلاد صاحبتكم. قلت لها: ابدا خالص، احنا فضلنا مستنيين في المكان اللي المفروض كنا هنتقابل فيه، بس هي ما جاتش. قلنا اكيد اخوها ما وافقش ومشينا، ومعرفناش نكلمها من هناك، واول ما جينا قررنا نيجي نسلم عليها. مامتها ردت وقالت: اخوها مسافر، انا وافقت، ازاي ما كانتش معاكم؟ طب فين هي؟ فين بنتي؟ فين؟ واحنا قاعدين معاها وهي عمالة تعيط، جالها تليفون، حد بيسأل هو ده منزل ريهام؟ طلع الشرطة وعايزين مامتها تيجي تتعرف عليها، لان لقوها في الطريق ومعاها بطاقتها ورقم في شنطتها في ورقة. ريهام على طول بتحط رقم مامتها في شنطتها، دايما بتقول عشان لو حصل لي حاجة يعرفوا يوصلوا لماما، واكنها كانت حاسة ان نهايتها هتكون ايه. وفعلا مامتها راحت وتعرفت عليها وطلعت هي. طبعا احنا كلنا كنا عارفين انها هتكون هي، ودفنوها ومامتها ساكتة مش بتتكلم. احنا كمان كان صعبان علينا شكلها، بس هنعمل ايه؟ منه لله اللي كان السبب. وعدت الايام وكل واحد فينا انشغل في حياته. انا كنت صحفية، وواحدة من صحباتنا كانت بتغني، وواحدة تانية اتجوزت وجوزها فتح لها محل ازياء كبير او محلات كتير، والرابعة كانت قاعدة في البيت ما كانتش بتشتغل. كنا بنتقابل كل فترة ونقعد مع بعض ونعرف اخبار بعض ونحكي عن كل حاجة جديدة في حياتنا. وهنا الحكاية ابتدت لما جت صاحبتنا اللي بتغني. هي بتغني في اماكن معينة وكان نفسها تبقى مشهورة. جت وحكت لنا على المنتج المشهور اللي عايز يتبنى موهبتها، وهي كانت بتحكي، كانت فرحانة جدا ان خلاص حلمها هيتحقق. وقالت لنا: انتوا عارفين انا قد ايه مبسوطة، اخيرا حلمي هيتحقق وهبقى مشهورة وكل الناس هتبقى عارفاني وهتسمعني، ياه اخيرا بقى. قلت لها: طب هو عرفك ازاي؟ قالت لي: بيقول انه سمعني مرة وانا بغني وعجبه صوتي قوي وقرر يعمل لي قلبه، وعلى فكرة انا هقابله بكرة في مكتبه عشان هنمضي العقد. ومشت وسابتنا عشان تجهز لمشوارها. كانت فرحانة جدا، واحنا ما كناش نعرف ان دي اخر مرة هنشوفها فيها. وجه تاني يوم وكلمتني انها نازلة تقابله، كانت مبسوطة قوي انها هتمضي العقد، وقالت لي انها لما ترجع هتكلمني تاني. قفلنا مع بعض واستنيت تكلمني، ما كلمتنيش. نزلت رحت لها البيت، محدش فتح لي الباب. عدى يوم وهي مختفية. رحنا بلغنا ان هي مختفية، وقالوا لو في جديد هنكلمكم. بعدها تليفون جالي وبيقولي انهم لقوا واحدة مرمية في الشارع ميتة، ولازم نروح نتعرف عليها يمكن تطلع هي. وللأسف طلعت هي. سألونا هي كانت مع مين، قلنا اسم المنتج، بس ما طلعش فيه منتج بالاسم ده. وعشنا صدمة تانية بعد موت ريهام. وعدت الأيام، كانت كئيبة كئيبة قوي. ورجعنا نتقابل تاني أنا والاتنين التانيين، بس مش بنفس الروح. صاحبتي التانية متجوزة، جوزها كبير في السن عنها بس غني قوي، عشان كده هي اتجوزته، مع اننا حذرناها كتير من الموضوع ده وانها هترجع تندم. وقلت لها: هو انا مش حذرتك كتير من موضوع السن ده؟ اديكي رجعتي وندمتي. قالت لي: ندمت ايه؟ انا ما ندمتش، انتي شفتي فتح لي كام محل ازياء اللي انا كان نفسي فيه، كل ما اقول له عايزه يقول لي حاضر، عمره ما اعترض. بس انا اوقات كده بحس اني عايزه واحد نفس سني ونفس دماغي، اتفاهم معاه واتكلم معاه ويسمعني،
مش واحد اكبر مني؟ قلتلها ما هي دي خيانة، يا تتطلقي يا تعيشي كويسة. ويا ريتها سمعت كلامي. كل مرة كنت بقول لها نفس الكلام، بس هي اللي في دماغها هو. وفي يوم جت قالت لي انها قابلت شاب من سننا تقريبا ومستعد يتجوزها اول ما تتطلق، وتعلقوا ببعض قوي. قلت لها بلاش. قالت لي هو بيحبني وانا كمان بحبه، وكانت نازلة تروح تشوف الفيلا اللي ناوي يشتريها لها واللي هيعيشوا فيها. وفعلا نزلت وقالت لي هعدي عليكي اول ما ارجع. واليوم ده ما جاتش. قلت تبقى روحت واكيد بكرة هنتكلم، بس للأسف ما كلمتنيش. رحت لها وقابلت جوزها، قال لي ما جاتش وقالت انها هتبات عندك. استنيت يمكن تكون راحت مع الشاب ده في مكان، بس للأسف جوزها كلمني وقال له انهم لقوها مرمية في الشارع. ايوه، اصحابي الاتنين ماتوا بنفس الطريقة، نفس طريقة ريهام لما رميناها في الشارع. يبقى الموضوع بفعل فاعل. يا ترى مين اللي بيعمل كده؟ اتقابلنا انا وصاحبتي اللي باقية، قالت لي انا خايفة قوي، انا تقريبا مش بنام. هو احنا ممكن نموت زيهم؟ طب ليه؟ ومين اللي ممكن يكون بيعمل كده؟ قلت لها اهدي اهدي، بس اكيد في حاجة غلط والموضوع جه صدفة بس مش اكتر. قالت لي انا خايفة اروح، خايفة انام لوحدي، انت عارفة ان اهلي مسافرين. قلت لها خلاص باتي معايا هنا وانا هنزل اروح الشغل وارجع. ونزلت علشان اروح شغلي، بس لما رجعت لقيت الصدمة. لقيتها ميتة مخنوقة، ماتت هي كمان في شقتي. طبعا رحت وبلغت، وبرضه معرفتش مين اللي قتلها، زيها زي صحابي التانيين. عدت الايام كئيبة، بقيت لوحدي، اصحابي كلهم ما بقوش معايا. كنت كل ما احس اني متضايقة اروح واقعد عند مامة ريهام، هي اللي دايما كانت بتهون عليا. كنت بقابل هناك اخوها، ابتدينا نقرب من بعض شوية بشوية. حسيت انه ابتدى يعوضني عن كل اللي فات، وقف معايا كتير وبقينا بنخرج مع بعض طول الوقت. قلتله انت عوضتني عن حاجات كتير قوي، انت فيك كتير من ريهام اختك. قال لي بتوتر ما تجيبيش سيرتها. انا مش عايزك تجيبي سيرة اختي، انا بزعل بس لما بفتكرها، يا ريت نغير الموضوع. كنت دايما بستغرب هو ليه بيتجنب الكلام عنها كده. كنت انا ومامته لما نتكلم عنها يخرج ويزعق ويقول كفاية بقى، كفاية كلام عليها. كنت بقى مستغربة قوي، دول كانوا متعلقين ببعض جدا، ليه بيعمل كده؟ وفي يوم قال لي انه عامل لي مفاجأة وخدني في مكان بعيد وحاول يموتني. انا كمان كان عايز يموتني، هو اللي موت اصحابي. حاولت اهرب منه وفعلا هربت، وطلعت على الطريق ووقفت عربية وهربت منه ورحت بلغت عنه. وهو ما حاولش يهرب واتقبض عليه وقال كل حاجة، وان هو اللي قتل اصحابي التلاتة، لانه معتقد اننا اللي موتنا اخته، وانها عمرها ما كدبت. طالما قالت انها معاكو تبقى اكيد معاكو، يبقى احنا اللي قتلناها. عشان كده قرر ينتقم مننا واحدة واحدة، عشان كده حط خطة لكل واحدة فينا على حسب حياتها، ودرسنا كلنا علشان يعرف يدخل لنا بكل سهولة. وبعد ما اعترف بكل حاجة اتحول لمستشفى الأمراض النفسية، لأنه محتاج لعلاج نفسي من صدمته من موت أخته. وأنا هو الوحيدة اللي عايشة، بس عايشة من غير روح، من غير اصحاب، من غير الانسان الوحيد اللي حبيته. ولو حابين تسمعوا حكايات جديدة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد، وتتابعوا صفحتنا على الفيسبوك، اللينك هتلاقوه في صندوق الوصف.